مشينا مشوار طويل قوي في التعليم، درسنا وتعبنا، اتعرضنا للحظات خوف وقلق، فرح وانتصار، فشل واكتئاب، ونرجع نقوم تاني عشان نحقق حلمنا. وأول ما بنوصل بنبتدي نطور ونجدد عشان نفضل مواكبين العصر والتطور السريع اللي بقينا عايشينه. من كتر التفكير بيجي علينا وقت بنحس إن ما بقاش عندنا جديد، ونبتدي نفقد الشغف، ونبقى عايزين زي ما بيقولوا كده نفصل الفيشة. في المرحلة دي بالذات لازم فعلا نفصل، نوقف التفكير في الشغل والنجاح وفي السعي والجري. كل واحد فينا أكيد عنده موهبة أو حاجة بيحب يعملها، نرمي كل حاجة ورانا وبعيد كمان لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع، حسب كل واحد فينا محتاج وقت قد إيه عشان يرجع كل حاجة زي ما كانت. أنا مثلا بحب الرسم، صحيح مش محترفة، بس عملت حاجة بحبها بعيدة عن مجال شغلي وتخصصي طبعا، خلتني أعيد حساباتي من الأول وأبتدي أطور تاني في حياتي، لأني فصلت شوية عن التفكير المتواصل في نفس المواضيع. جربوها وشاركوني تجربتكم، وهل اكتشفتم إن عندكم موهبة ولا لأ؟ ولو فكرتوا معرفتوش ابعتولي وأنا هساعدكم.